المشير رافض يلبس الجلابيه. المشير رافض يلبس الجلابيه. بيقول سيادته ادوني فرصه، استنوا شويه، مش لاقي واحده لايقه عليا. وصبرت انا، عدت سنه نسينا فيها طعم الهنا. قلنا له ها خلاص، يقول لسه ادوني فرصه، مش قادر انسى البدله العسكريه. الدنيا فوضى ولا يمكن ارضى امشي النهارده، وبيني وبينكم الفرقه صعبه. اخر ميعاد في شهر 6. ما هو اصلا انا مش قصدي سلطه، والله انا ما قصدي سلطه، يكونش انا ابدل في ملطه. مصدقينك يا عزيز وغالي من غير ما تحلف وحياة عيالي. هيجي يوم وتردها لي، بلدي هترجع ولا شيء هيمنع. بلدي هترجع ولا شيء هيمنع، مهما عملته ده ربي قادر هيحميها لي. ما تخافش انت بس على البلد دي، عدى عليها 1,000,000 رئيس كلهم راحوا والبلد ما بتنتهيش. ده احنا بشر في دنيا فانية، ولا انت خايف على حاجة تانية؟ اوعاك تفكر اني عبيط ولو لساني، انا عارف قصدك من يوم ما جيت وضحكت علينا ومسكت البيت. صحيح انا بيك ارتضيت، وهي دي كانت غلطتي، ما صممتش ما كملتش ثورتي. ظهرت خيوطك على كل حيط، لجمتني وحرمتني من بيت جديد، رجعتني البيت القديم. عمال تجمل وتقول ترميم، والشرخ فيه ياجي مترين. وده كله ليه يا طنطاوي بيه؟ ها؟ وده كله ليه يا طنطاوي بيه؟ اقول لك انا ده كله ليه؟ لو هدينا البيت هيبان السوس اللي اكل التروس وباعت بين النفوس. وياك تقول لي ما شفتهوش، الفساد اللي ظلم العباد اللي مساه زي السرطان كان النظام، وسيادتك كنت شايف وبتضرب تعظيم سلام. مش هقول انك قاتل ولا حرام وما فيش في ايدي دليل. مهما اتظلمت مش هظلمك، مهما اتظلمت مش هظلمك بالافتراء والتضليل. بس يا ريت يا اصيل يا ابن الاصيل لما اوجه لك كلام ما ترموش على القوات المسلحه. ما انتاش جنود ولا بنادق ولا اسلحه، انت حي الله واحد من بين 85 مليون واحد. اتحملت بامانه، لو خنتها هتتحاسب، لو خنتها هتتحاسب زيك زي اي واحد. أمير شرعون مصطفى يسوي الشيخ.